كوباية شاي عالرايق تفوقك لو متضايق، ونكتة تضحكك من القلب، وحمص الشام عالكورنيش، وخد طبق فول ورغيف عيش، وقعد وغمس هنا على جنب، راضيين نعيش فيها عالقد. وهي دي مصر اللي بجد. في مصر تروح في أي مكان، في ناس مختلفة في الألوان، لكن نفس الطباع بالظبط، وفي التكعيب قاعد شيف، في تشقيق وشه تقرا تاريخ، بيخبط جوه قلبك خبط. بنصلي جمعة وقداس حد. وهي دي مصر اللي بجد. في ناس علشان نعيش في أمان يقفوا في وش أي جبال، وياخدوا الضرب قبلينا، ورغم إن الوجع بيزيد هنكمل حلم كل شهيد كأنه لسه وسطينا. جيش مصر هنا واقف 100 سنة. وهي دي مصر اللي بجد. والله اللي بيتعمل فيه يا مصر ما يخطرش على بال حد. أعزائي المشاهدين، نحييكم وحلقة جديدة عبر شاشة قناة الدلتا، ونتوجه من خلال حلقات النهاردة إلى مستشفى المنصورة الدولي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة. مستشفى المنصورة الدولي جناح أصيل من خلال حياة كريمة، تقدم الكثير والكثير في قطاع الصحة للمواطن الدقهلاوي من خلال مبادرة حياة كريم. من خلال حلقتنا النهاردة ولقاء خاص وحصري مع الأستاذ دكتور أحمد النقيب مدير عام مستشفى المنصورة الدولي. هيا معنا وهذه الحلقة الجديدة عبر شاشة قناة الدلتا الفضائية، قناة مصر السادسة، التلفزيون المصري. أعزائي المشاهدين، ولقاء خاص وحصري مع الأستاذ الدكتور أحمد النقيب مدير عام مستشفى المنصورة الدولي بمدينة المنصورة عروس النيل من خلال برنامجنا. أنا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وصحة السلامة، منورين مستشفى المنصورة الدولي ومنورين المنصورة. مستشفى المنصورة الدولي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة من المستشفيات اللي لها سمعة طيبة على مستوى مصر وخاصة إقليم الدلتا. مستشفى متميزة، كادر أطباء متميز، كادر تمريض متميز، الدولة مهتمة بالأجهزة الطبية داخلها. السمعة الطيبة وهذا التميز إيه مرجعيته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مستشفى المنصورة الدولي هي مستشفى
الإحالة تبع لوزارة الصحة في مدينة المنصورة، هي أكبر مستشفيات المنطقة. بتستقبل حالات من محافظة الدقهلية ومن المحافظات المجاورة، فيها كل الخدمات على أعلى مستوى، مجهزة طبيا تجهيز كامل. المستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة اللي هي تعتبر قاطرة الصحة في مصر. تهتم جدا جدا بجودة الخدمة الطبية المقدمة وكفاءة الخدمة الطبية المقدمة وتأهيل العنصر البشري وتدريبه. فالحمد لله في تطور دايم، وبنظرة القيادة السياسية وسيادة الرئيس ومعالي الوزير والأمانة إن دايما إن احنا عايزين حياة كريمة. فحياة كريمة دي تشمل خدمة طبية كريمة من خلال الصحة، من خلال كل جوانب الحياة. القيادة السياسية بتشمل الموضوع من كل الجوانب. دورنا هنا في المستشفى إن احنا نقدم الخدمة بجودة عالية مرضية تليق بالمواطن المصري. مستشفى المنصورة الدولي هي مستشفى عريقة كبيرة حجما وعملا. يعني مستشفى المنصورة الدولي على مساحة 28,000 متر مربع، على 7 طوابق، فيها مبنى العيادات الخارجية وفيها مبنى المستشفى الداخلي واستقبال الطوارئ. تستقبل عدد كبير من المواطنين، بتقدم خدمات كبيرة، ترددات عالية جدا. لازم نكون على قد هذا العدد من المواطنين الخدمات، نقدر نواكب هذا العدد ونواكب هذه الخدمات. فنحمد الله ان احنا بنكتسب الثقة الناس، واكيد دي حاجة ضرورية جدا للخدمة الصحية، ان هي بتعتمد في المقام الاول او من احد اركانها هي الثقة. فبناء الثقة بيننا وبين المجتمع وبين المريض دي كانت من احد اولوياتنا. وجايز كمان من يعني الجديد عندنا في المستشفى ان احنا عندنا مشروع بمشاركة جمعية اليونسكو العالمية ومنظمة الصحة العالمية مع أحد الأطباء هنا في المستشفى عن ترميم الثقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة. يعني جايز تلاحظ ولا يخفى على أحد على مستوى العالم مش في مصر بس، إن في بعض العنف والشد والجذب بين المتلقي ومقدم الخدمة، كل في حاله، كله مشدود، محدش حاسس بالتاني. فمشروع يعني بيلمس الجانب ده، ان احنا ازاي نأهل نفسنا احنا كمقدمين خدمة، ان ازاي نستوعب هذا الضغط، ان ازاي نستوعب اللي جاي بالضغط اللي عنده واتعامل معاه بحرفية، ارضيه وفي نفس الوقت احلله مشكلته، وفي نفس الوقت هو كده هياخد خدمته. عند كلمة الضغوط والطالب الخدمة القادم للمستشفى، الحقيقة انتوا بتقدموا خدمة من خلال حياة كريمة للمواطن المصري، ان انتوا بتتدخلوا على الفور من خلال تخصيص ايام للطوارئ داخل المستشفى. مجهود شاق وكبير. المستشفى كلها من الصغير للكبير منتظر الحالات الطارئة، الحوادث الطارئة، المواطن اللي جاله أزمة طبية طارئة. فالحقيقة بيبقى مجهود كبير بتقدمه مستشفى المنصورة الدولي. قربنا من هذا التخصص، وده برضو نقدر نقول عليه ان ده حياة كريمة للمواطن المصري، بياخد حقه زي ما الدولة بتكفله له او بتوفره له. طبعا احنا يعني معروف ان مدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية متقسمة ايام طوارئ على المستشفيات كعملية تنظيمية. فاحنا مستشفى المنصورة الدولي بتستقبل ايام الطوارئ ايام السبت والاربع، وبنقبل التحويلات من ايام الاثنين والجمعه، وباقي الايام لو في اي حاله طارئه حوالين المستشفى، اي حاجه، اي حد بيجي المستشفى اكيد بيتم استقباله. الطوارئ بيتم استقبال في اليوم الطوارئ من 1000 ل 2000 مريض في اليوم. ده رقم كبير جدا على مدار ال 24 ساعه في جميع الحالات وجميع الظروف. وبيجي المرضى في مطالب ان احنا نقدم كل الخدمات اللي محتاجينها، والحمد لله كل الخدمات العاجله متوفره، من اول القسطره القلبيه الطارئه، المريض بيدخل من على باب المستشفى يتشخص ذبحه صدريه او جلطه في القلب، لحد ما يعمل القسطره ما بياخدش نص ساعه، لحد ما يكون دخل جوه القسطره، لحد القسطره المخيه، لحد اذابه الجلطات، لحد كل الاجراءات الجراحيه العاجله في كل التخصصات. بنشتغل بنظام الفرز الصحي، بنظام الفرز الطبي. نظام الفرز الطبي عندنا مكان مخصص بنحدد فيه خطورة الحالات
ودرجات الخطوره عشان نقلل الاحتكاك بين الحالات وبعضها داخل مكان واحد. فاشتغلنا بنظام الفرز، بين نحدد الحاله الطارئه تاخد مسار معين، الحاله الاقل خطوره تاخد مسار اخر، الحاله الهاديه اكتر تاخد مسار ثالث، بحيث ان كل واحد ياخد خدمته بما يليق مع حالته. خدمه القسطره المخيه دي من الخدمات النادره جدا او القليله جدا، والجديد ان يعني اضافه للمبادرات الرئاسيه في جمهوريه مصر العربيه، كانت مبادره رئاسيه للسيد الرئيس فخامه الرئيس للسكته الدماغيه، واللي تبنتها وزاره الصحه واضافتها ضمن المبادرات، والمستشفى الدولي من ضمن المستشفيات المشاركه في المبادره الرئاسيه للسكته الدماغيه. جميع طرق العلاجيه للسكته الدماغيه او جلطات المخ متاحه في المستشفى الدولي كأرقى مركز في العالم، يعني كل ما يتم في أرقى المراكز العالمية موجود، من أول إذابة الجلطة بالعقاقير الطبية لحد التدخل القسطرة لاستئصال الجلطة أو لإذابة الجلطة. المستشفى حاصلة في 2025 على اعتماد الجمعية العالمية للجلطات المخية. الاعتماد ده جه بعد طبعا تعب كبير من الاستاف والعاملين في قسم المخ والاعصاب، ان احنا نحصل على اعتماد عالمي يضاهي كل المراكز، اكبر المراكز العالميه اللي حصلت على الاعتماد من المنظمه العالميه للسكتات الدماغيه. كانت المستشفى الوحيده في وزاره الصحه في المنطقه. ده غير اعتماد جهار. اعتماد جهار هو اعتماد الجوده اللي احنا في بصدد التجهيز ليه ومراعاه المعايير المطلوبه. ان شاء الله قريبا نحتفل مع بعض ان شاء الله باعتماد الجهار. اعتماد في بعض الاعتمادات المتخصصه الدوليه زي ما بيقول، زي انا عندي مثلا اعتماد الورلد ستروك اورجانيزيشن او منظمه السكته الدماغيه، او دي اعتماد عالمي بيقيم المكان من حيث بعض الشروط اللي هو حاططها، شايف ان المكان ده يليق بان هو يبقى ياخذ هذا الاعتماد، وان هم يقولوا على موقعهم العالمي ان هذا المكان موثوق به في التعامل مع الجلطات المخيه. من حيث عند الجزئيه دي يا فندم، استاذ دكتور مها ابراهيم رئيس قطاع الامانه مراكز الطبيه على مستوى مصر بتقول ان احنا عندنا المستشفيات على مستوى الجمهوريه ومنها مستشفى المنصورة الدولي ان عندنا تميز نادر في كل مكان. يعني شويه كده نلاقي مستشفى بني عبيد طلع بموضوع جميل جديد، مستشفى دماس طلع بموضوع جديد، مستشفى في كفر الشيخ نفس الكلام، مستشفى حتى في محافظه البحر الاحمر. لو احنا قلنا بقى مستشفى المنصورة الدولي من خلال الامانه وان بتقدمه جديد وافكار طبيه جديده وفرق طبيه متميزه بتدينا اكثر تخصصا اكثر جمالا كما تقول رئيس امانه مراكز الطبيه، زي ايه يعني؟ فكرنا كده باجزاء زي ايه؟ المستشفى يعني هو انا هقول لحضرتك حاجات كتير المستشفى تتميز بيها مبسوطه بالحاجات دي وبتبقى سعيده وبتقولها طبعا خط اعلاميه كتير. يعني ما يميز الامانه ان احنا في تواصل دايما وتلاحم بين مستشفيات الامانه في خلال الجمهوريه كلها، والخدمات بنكمل بعض. يعني دايما مع الدكتوره مها ابراهيم كانت دايما توجه ان يعني ما نكررش الخدمات الا في حاله الحاجه، كالمنطقه دي ما فيهاش ودايما الملح، لكن دايما ننفرد كل مكان يقدم خدمات جديده ونكمل بعض. يعني ده يعالج كذا وده يعالج كذا، بحيث ان الخدمه كلها تبقى موجوده. وطبعا التخصصيه، وهو طبعا امانه المراكز الطبيه المتخصصه، المراكز التخصصيه دايما بتبقى الخدمه احسن من بتبقى الموضوع عام بشكل عام. يعني فاحنا في تكامل وتواصل على مدار الساعه، مش هقول لحضرتك يومي، على مدار الساعه بين المستشفيات وبعضها في تنسيق الحالات، في يعني في خليه نحل تعمل في امانه المراكز من الخدمات الطبيه والطوارئ وجميع الاقسام بالتنسيق المباشر. منصورة الدولي هنا بنتميز بوحده مثلا الام اس، وحده التصلب المتعدد او الام اس. احنا تاني اكبر وحده في جمهوريه مصر العربيه. التصلب المتعدد احنا تاني اكبر وحده في جمهوريه مصر العربيه بعد وحده الشيخ زايد اللي هي برضو امانه المراكز الطبيه المتخصصه. ف وحده الام اس من حيث عدد المرضى وكواليتي الادويه ونوعيه الادويه اللي موجوده في كل العالم. يعني اول ما الادويه كلها بتنزل، الابحاث والادويه موجوده في العالم كله هي موجوده في المستشفى. بيميز الوحده ان هي وحده تكامليه،
يعني بنشوف كل الخدمات اللي يحتاجها مريض الام اس او التصلب المتعدد ونوفرها له في مكان واحد. بالسهل ان انا دكتور في تخصص يبقى موجود يكشف على نوعيه معينه من الحالات، ولكن المريض عايز خدمات متكامله، مش عايز الكشف بس، عايز الكشف وصرف العلاج واليه استخراج قرارات العلاج، ولو احتاج علاج طبيعي عايز العلاج الطبيعي متاح في نفس المكان، لو احتاج كشف اي تخصص اخر محتاجه في نفس المكان. قدرنا نعمل الوحده دي بشكل تكاملي ما بين التغذيه العلاجيه وما بين العلاج الطبيعي وما بين الاطباء المتخصصين في علاج التصلب المتحدد. عندنا ميزه هنا في التغذيه العلاجيه برضه. عندنا ميزه قويه جدا، احنا من اقوى الاقسام التغذيه العلاجيه، وعندنا وحده خلط محاليل او التي بي ان او خلط المحاليل الورديه، وتحت يعني الظروف مكافحه العدوى والاجهزه كلها متوفره وبادئينها من اول المستشفيات. وبندرب يعني ده احنا دلوقتي بقينا نقطه تدريب كمان لبعض الجامعات اللي بتبعت طلبه يتدربوا على هذه التخصصات الدقيقه. زي ما ميزنا برضو الصيدله الكلينيكيه. الصيدله الكلينيكيه عندنا من اميز الاقسام في جمهوريه مصر العربيه، وبندرب كل الطلبه في الصيدله الكلينيكيه في الجامعات المحيطه، الجامعات الخاصه، وده تخصص مهم جدا مستحدث، وكنا من اوائل المستشفيات اللي امنت بيه. وبصراحه لا ننسى دورهم ومجهودهم الكبير جدا. يعني احنا دلوقتي بقى له دور اساسي في المرور على المريض مع الطبيب المختص، والنقاش حول العلاج اللازم في جميع بقى دراسه جميع النقاط، الاثار الجانبيه، الجرعات، كل ما يناسب المريض. من اوائل المستشفيات اللي تبنت فكر الاستهلاك او الاستخدام الرشيد للمضادات الحيويه كانت هنا بمجهود رائع ما بين قسم الصيدله الكلينيكيه وقسم مكافحه العدوى في المستشفى وقسم المعامل اللي كان عندنا على اعلى مستوى، عشان المزارع باعلى الامكانيات واحسن المواصفات او المعايير العالميه، اللي من خلاله قدرنا نحصل على المركز الاول في مقاومه استخدام المضادات الحيويه. وتكرمنا من معالي الوزير دكتور خالد عبد الغفار في هذا المجال، ثم شاركنا عن طريق ترشيح الوزاره في مشروع اعتماد الجمعيه البريطانيه لمقاومه المضادات الحيويه، وخدنا بالفعل السنه اللي فاتت اخر السنه اعتماد الجمسس، وهو اعتماد من المنظمه البريطانيه لمقاومه البكتيريا المضاده للمضادات الحيويه. وخدنا مش بس الاعتماد، خدنا الاعتماد وخدنا كسنتر اوف اكسلنس او مركز تميز متاح لتدريب الطلبه، حتى الدكاتره من انجلترا في التقييم قالوا بالفعل ان هم هيبعتوا الطلبه من انجلترا يتعلموا او يتدربوا في المستشفيات عندنا. يعني المسمى مستشفى المنصورة الدولي مسمى متميز، يعني هو ولدت عملاقة. يعني انا كان ليا الشرف ان انا في نفس المكان ده وفي نفس المكتب ده من 30 سنة، وانا هنا مع الاستاذ الدكتور احمد بركات اول مدير لهذه المستشفى، الاستاذ الدكتور صفاء رحمة الله عليه طبعا لسه متوفى قريب. حقيقة حطوا لبنة اولى للتميز القادم، لان لما يبقى البداية جميلة وقوية التميز فيما بعد. الحقيقة كان ليا شرف ان انا نفس المكان ده مع الاستاذ الدكتور احمد بركات اول مدير لهذه المستشفى من 30 سنة، عمر كبير يعني. ولكن برضو الحقيقة النهاردة شايف جمال اكتر، تميز اكتر، اهتمام من الدولة اكتر. فخامة السيد الرئيس قال انا لازم انمي ما يسمى بحياة كريمة في مجال الصحة. شايفينها بوضوح وبقوة في هذه المستشفى. التدرج القيادي، ان كل قائد بيدي قوة للقادم. ازاي سيادتك بتهتم بيها برضه للاجيال القادمة كقيادة كسلسلة من هذه القيادات؟ والله انا بحسد نفسي طبعا عفوا. المستشفى من اوائل كل يعني لما مسك المستشفى المنصورة الدولي بداية من الدكتور احمد بركات زي ما حضرتك قلت بالتتابع حتى اليوم، احنا يعني مجموعة هي تعتبر كلها كأسرة واحدة، كانت واحد بيسلم واحد، ما كانش فيه وقيادة بتسلم قيادة، ما كانش فيه فراغ في المستشفى، في استقرار. بحسد نفسي عليه وبحسد نفسي على
العاملين وعلى زمايلي اللي في المستشفى هنا، لان هم من الموجودين في المستشفى دايما زي ما بيقولوا بتاعه شغل، والناس اللي بتيجي بتوع شغل وعارفين ان هم في شغل كتير وبيعملوا كده بمنتهى الحب. طبعا كلهم اساتذتي وكلهم يعني زمايلي، انا يعني زي ما قلت لحضرتك بحسد نفسي على وجودي معاهم. الجديد ان بدا يعني بقى في فكر جديد في المستشفى، وطبعا احنا المستشفى كلها يعني مع تغير الزمن بدا حتى بقى يعني يبقى تواكبا مع رؤيه مصر 2030، رؤيه القياده السياسيه اللي قلت ماشيه، بقى في تغيير، بدا لازم يعني ايه نحرك الراكد، لازم خلاص العصر اتغير والزمن اتغير، ولازم نواكب هذا التطور ونواكب عالميا ما هو متاح في العالم كله دلوقتي، لازم نواكب الناس دي. بدا الفكر الجديد هنا بدايه من يعني زميلي وصديقي العزيز دكتور احمد حشيش في 2020، ثم انا جيت كملت بعده بنفس الفكر الجديد ان احنا عايزين نطور الخدمه بما يليق باهالينا كلنا. انا عايز الناس كلها تيجي تبقى خارجه مبسوطه، يعني كل الناس بتخش المستشفى اكيد ما حدش داخل مبسوط، كله داخل زعلان، كله داخل زعلان على ازمه صحيه مفاجاه فزعلان. فانا عايزه يخرج مطمن ويخرج سعيد ان هو لا يعني على الاقل خد خدمته بشكل يليق بادميته، يليق بكونه يستحق هذا النوع من الخدمه. فالحمد لله ودي حياه كريمه، واحنا ده تواكبا، هي رؤيه للدوله كلها، واحنا لا يعني الحمد لله بنتماشى مع، احنا مشاركين الحمد لله من يعني سياده الرئيس، من احنا النهارده احنا المبادره الرئاسيه رقم 12، احنا مشاركين في 12 مبادره رئاسيه جوه المستشفى، احنا من اكتر المستشفيات المشاركه تقريبا في جميع المبادرات الرئاسيه اللي بتنزل، احنا مشاركين فيها. الأجهزة دي يمكن برضو في تخصص فريد وميزة حياة كريمة من خلال برضو حاجة جديدة عندكم أصحاب الاحتياجات الخاصة. الحقيقة عندكم اهتمام كبير بيها، يمكن احنا ما شفناهاش، رحنا المنوفية، رحنا الغربية، رحنا كفر الشيخ، رحنا دمياط. من الحقيقة يعني ده تخصص بقى نادر وفريد وقوي وجميل، ونأكد ان ده في عصب حياة كريمة. طبعا احنا طبعا لمسنا طبعا اهتمام سياده الرئيس بذوي الاحتياجات الخاصه، وده يعني شفناه في اكتر من لقاء سيادته شخصيا مع ذوي الاحتياجات الخاصه واهتمامه الشديد بيهم. احنا لمسنا هنا في الاسنان تحديدا، القصه بدات بطفله محتاجه شغل في اسنانها كتير، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصه، وطبعا هي يستحيل ان هي تعمل شغل الاسنان ده في عياده اسنان، او ان هي تعرف تقعد على كرسي، تحتاج الى التخدير الكلي. وطبعا وفي مشاكل كتير جوه في اسنانها، يعني تقريبا اكتر من 80% من اسنانها فيها مشاكل، فتحتاج الى التخدير الكلي. طبعا الموضوع دعونا نتفق انه الموضوع مكلف، شغل الاسنان عموما موضوع مكلف كخدمه يعني. فتحركنا هنا ان احنا اقترحنا ان احنا نعمل الوحده دي، بدأها دكتور احمد حشيش مع دكتوره لمياء بدره رئيس قسم الاسنان في المستشفى. وكان النجاح الحقيقي اللي انا شايفه فيه ان ازاي نضمن في اي خدمه بنعملها الاستمراريه. الاهم من بدايه الخدمه هو الاستمراريه. احنا كاتنين دكاتره مع بعض ممكن نجيب حاله صعبه نعملها
وتنجح والحمد لله عملنا. طب بعد كده ايه؟ انت قلت ان انت عملت الحاله دي، هنعملها ازاي بعد كده استمراريا؟ سعوا كتير وبصراحه وعملوا مجهود ان هم نسقوا مع التامين الصحي مشكورا ان هو يتكفل بتكلفه علاج هؤلاء الاطفال، وان احنا هنأدي الخدمه للاطفال تحت التخدير الكلي في المستشفى. وجهزنا مكان بالتعاون مع المجتمع المدني اللي احنا بوجه لهم بنتهز الفرصه واوجه لهم الشكر على ثقتهم في المستشفى وعلى دعمهم الدائم. يعني احنا دلوقتي بقينا عايزين نعمل اي مشروع على طول نتكامل بين اللي موجود عندنا واللي هنعرف نكمله من الوزاره واللي هنعرف من المستشفى ومن الامانه والمجتمع المدني، ونكمل الفكره كلها ما تاخروش فورا. وجهزنا مكان بغرفتين عمليات لوحده اسنان ذوي الهمم. بدأ يتوافد على الأطفال ذوي الهمم من جميع المحافظات في مصر، من الصعيد ومن الدلتا ومن الشمال ومن كل مكان بدأ يجي الأطفال، لحد ما بقينا نزود في الليست واحدة واحدة لأن العدد بيزيد. وصل الانتظار فيه لرقم كبير، فبدأنا الحمد لله نعمل في الليستة الواحدة حوالي 10 حالات. 10 حالات ده رقم كبير، 10 عمليات في يوم واحد في لستة واحدة. الحمد لله بقى وصلنا ان احنا عملنا 2000 حالة. عملنا النهاردة 2000 حالة، بنحتفل ان احنا عملنا 2000 حالة اسنان ذوي الهمم. قدرنا نغير حياتهم. الاطفال دول ما بيوصفوش وما بيتألموا بايه، ولا بيعرف يحدد ان هو الألم ده من سنانه ولا مش سنانه، هو في حالة من الألم وبس. ابتسامات الرضا على وشوشهم بعد ما بيخلصوا طبعا تكفي كدافع ان الناس دي تكمل. المشروع حصد الكثير من الجوائز، زي جائزة احسن مشروع صحي، تحسين جودة مريض. حصل على احسن مشروع هنا في الكثير من المسابقات في محافظة الدهلية وخارج محافظة الدهلية. مشروع يعني بحيي زمايلي كلهم عليه والقائمين عليه، لان هم ده بيعملوا يعني خدمة كبيرة جدا جدا لا تقدر. انا بقابل الاطفال دول وبنحاول يعني نقلل على قد ما نقدر قوام الانتظار بتاعتها. وبدأت فعلا امانة المراكز الطبية المتخصصة دكتور عبد الرحمن الزيني مدير ادارة الاسنان في الامانة ان الفكرة يعني بتعمم في مستشفيات الامانة حاليا، ويبقى كل مستشفيات الامانة اللي فيها اسنان وفيها عمليات تقدر تنفذ هذا المشروع، وتنفذ بالفعل. دكتور احمد، الحقيقه يمكن لفت نظري بقوه ان انا يعني وانا مثلا موجود في المستشفى ان انا مواطن داخل او ست داخله مواطنه، انت منين؟ تقول انا من شبين. انت منين؟ انا من سمنود. انت منين؟ انا من محله. فبقيت مستغرب ان العدد كبير قوي من خارج القطر الدقهلاوي، من خارج المنصوره. يعني انا يعني ايه اللي جاب محله؟ ما برضو الطنطا فيها شغل والمحله، ولكن يقول لك لا احنا عندنا ثقه اكتر في المنصوره الدولي. ده مرجعيته ايه؟ ان المواطن بيجي بالثقه والمرجعيه الطبيه الجميله، ان عارف ان هياخد حقه الطبي، وان الدوله بتقدم له حياه كريمه من خلال هذا التخصص داخل مستشفى المنصوره الدولي. هو طبعا كل المستشفيات في كل المحافظات بتأدي خدمتها ودورها على أكمل وجه، ولكن احنا يعني بنحسد أنفسنا. احنا مدينة المنصورة دايما واخدة اللقب المدينة الطبية، وحسن السمعة لمدينة المنصورة ومراكزها الطبية المتخصصة ومراكز الجامعية، جامعة المنصورة طبعا بداية من مركز الكلى والمسالك البولية وأستاذنا الدكتور محمد غنيم. فطبعا يعني دي بداية شهرة وفخر كبير لمصر كلها وتحديدا لمدينة المنصورة. فالمنصورة فعلا تستحق أن تكون المدينة الطبية، لأن فعلا عدد المراكز وكفاءتها وكفاءة الخدمات اللي تقدم في مدينة المنصورة صعب أنها تتوفر كل ده في مكان واحد. فالحمد لله دي ثقة نعتز بها ونفخر بها، ونسعد باستقبال أهالينا من جميع المحافظات في مصر، ودايما إن شاء الله على قد مستوى الثقة وأكتر إن شاء الله، ودايما يبقى فيه عندنا الجديد والجديد. المستشفى بتقدم زي ما قلت لحضرتك في أقسام متميزة جدا. احنا كنا اتكلمنا عن وحدة تصلب متعدد ووحدة أسنان ذوي الهمم. احنا عندنا برضو يعني عندنا وحدة المناظير المتميزة جدا، عندنا جراحة المسالك من الأقسام متميزة جدا، عندنا أقسام العنايات المركزة التي يعني متخصصة اللي بتميز المستشفى عن غيرها. دايما إن أنا عندي الحمد لله وصلنا ل 71 سرير رعاية مركزة يعني متخصصة. احنا العنايات عندنا
في عناية كلى منفصلة، في عناية مخ وأعصاب، في عناية جراحة مخ وأعصاب، في عناية جراحة قلب وصدر، في عناية قلب، في عناية أطفال، في عناية عامة، في عناية الأمراض الباطنية. فاحنا مقسمين العنايات على أماكن تخصصية بيخلي المتخصصين أكتر متواجدين داخل هذه الأماكن فأكثر دقة. اسم الكلى بيقدم عندنا جميع كده انت دخلتنا في تخصص حضرتك ان احنا بقى لا الكلى انحيازنا بقى للكلى وتخصص سيادتك وحضرتك بروفيسور في هذا التخصص. العطاء داخل المستشفى من خلال هذا التخصص، القادم من خلال هذا التخصص وافكارك التقدميه الجديده الحديثه واللي انت خدته عالميا من افكار ان انا اقدر اطبقها في هذا التخصص داخل المستشفى. انا طبعا ما رضيتش ابدا بتخصص الكلى عشان ما ابقاش متحيز لتخصصي يعني، بس طبعا انا طبعا تخصص مهم، وانا بفخر طبعا ان انا جزء من منظومه الكلى في المستشفى. مستشفى اسم الكلى امراض الكلى بيقدم كل الخدمات التي تخص مريض الكلى في المستشفى، من اول وحده الغسيل اللي بتخدم النهارده 250 مريض غسيل كلوي مزمن، لحد قسم الكلى الداخلي اللي بيحجز. عندنا كم واحد؟ كم مكنه غسيل؟ عندنا في المستشفى 54 مكنه غسيل، عدد كبير. غير في الداخلي عندي 12 مكنه غسيل متوزعين داخل المستشفى بشكل مفاجئ. ايوه، في العنايات المركزه وفي الوحدات المتخصصه في قسم الكلى. فعندنا دايما كل ما يحتاجه مريض الكلى. كل ما يحتاجه المريض الكلى من عينة كلوية، من أساطر غسيل مؤقتة ومستديمة، وأساطر غسيل للمريض الذي يعاني من صعوبة في تركيب عنده انسدادات في الأوعية، عنده مشاكل في الأوعية. احنا الملاذ في الآخر أو أحد الملاذات اللي بيلجأ لها، والحمد لله بيتجبر يعني عندنا هنا. استحدثنا وحدة الذئبة الكلوية، وحدة علاج اللوبس أو الذئبة الكلوية. دي المقصود بالذئبة الكلوية هو مرض مناعي بيصيب الإنسان. هو مش مرض، هو بيصيب الإنسان عموما. هو مرض مناعي يخص يعني الجهاز، خلل في الجهاز المناعي. بيصيب الكلى، أو من أحد الأجهزة المتضررة به هي الكلى، ولكن هي الأخطر يعني في الضرر. ف يعني مهم جدا في مرض الذئبة التشخيص المبكر والعلاج المبكر، يعني علشان فاهم التشخيص علشان نحافظ على الكلى. مرض طبعا يعني لو لم يحسن التشخيص وعلاجه قد يؤدي الى الفشل الكلوي المزمن والاعاشه على الغسيل. هي علامة، هو بيبدأ المرض غالبا بعلامات في ألم في المفاصل، ببعض العلامات في زي قرح الفم، زي المشاكل في النظر، سقوط الشعر. بيبقى بصورة مبهمة في الأول. بيلجأ المريض لدكتور الروماتويد، بيوجه لدكتور الروماتيزم أو الروماتويد، دكتور الروماتيزم بيبدأ يشخص عن طريق بعض التحاليل وبعض الفحوصات. بنتأكد في هذا التوقيت ان وظائف الكلى كويسة. عاملين شراكة هنا مع اسم الروماتيزم في المستشفى، ان هي اي حالة تتشخص من عنده
ان هي الذئبه الحمراء او السيستميك لوبس، ان هو يحولها حتى لو وظائف الكلى كويسه لعياده الكلى علشان نبدا المتابعه. ليه بعض العلامات الخفيه اللي بيقدر دكتور الكلى يستنتجها ببعض الفحوصات، واحيانا بنحتاج ان احنا نعمل العينه الكلويه في ظهور بعض العلامات. وفرنا الكلام ده كسيستم او كنظام عمل علشان العيان ما يتوهش، ان هو جه هنا يروح على طول على الوحده يتشخص صح، يبدا علاجه صح برضه لحد اقصى درجات العلاج اللي محتاجها، اللي قد نصل الى يعني على فصل البلازما او فصل البلازما. كل ما يحتاجه المريض من علاج بيلاقيه موجود. وحدات الغده الجرثوميه، وحدات العنايه المركزه للكلى، كل ذلك موجود في قسم الكلى. يعني نطمح ان شاء الله ان احنا يبقى عندنا في المستقبل القريب وحده زراعه الكلى. يعني ان احنا طبعا كلنا يعلم يعني ان العدد الانتظار في قوائم انتظار زراعه الكلى هو عدد الى حد ما كبير. وطبعا طب ايه المانع يا دكتور ان احنا نعمل تخصص كلى اطفال؟ احنا بالفعل عندنا هنا في المستشفى قسم للاطفال كلى بس. عندنا بالفعل في المستشفى بنقدم خدمه كلى الاطفال للحالات الطارئه. مش قسم خاص؟ فمن خلال عنايه الاطفال، يعني احنا عندنا مكنه غسيل في عنايه الاطفال، وبنقدم خدمه الطارئه لكلى الاطفال. يعني لو مريض جه في الطوارئ محتاج علاج، محتاج غسيل، محتاج اي حاجه، بنقدم الخدمه في الخدمه. اللي مش عندنا هو وحده الغسيل المزمن للاطفال، ودي يعني بتبقى محتاجه بس يعني هيكل كامل. اول ما يتم توفيره فعلا او نبدا نشتغل على الهيكل كامل مدرب يقدم الخدمه دي، اكيد هتكون من الاولويات المقدمه. حتى وقتنا هذا يعني برضو اللي احنا بنشوف هل الخدمه اللي فيها انتظار، يعني هل الخدمه بتاعت كلى الاطفال دي فيها انتظار، فيها محتاجه الموضوع ان احنا عليها ضغط من الحالات، فما صادفناش هذا الموضوع. فيعني جايز ما يكونش هو ده اللي خلانا نتحرك في الاتجاه ده اكتر. بالعكس احنا كان الكتل الاول كان يجي لنا حاله الكلى الاطفال دي في الاستقبال واحنا تخصص مش موجود، فكان بيبقى مشكله. وفرنا ناس ودربنا ناس، بعتنا ناس دربت في جامعه المنصوره في مستشفى الاطفال الجامعي من احد الصروح الطبيه المميزه جدا. اتدربوا هناك واشتغلوا على نفسهم وخدوا شهادات دراسيه بعد كده علشان يعني يتميزوا في هذا المجال. وبالفعل موجودين عندنا دلوقتي في المستشفى وبيأدوا خدمه كلى الاطفال من اول الغسيل بالشراكه مع اسم الكلى للكبار. الاستاذ الدكتور احمد النقيب، مدير عام مستشفى المنصورة الدولي، نشكر سيادتك والفريق المعاون داخل المستشفى. خدمات جليلة، خدمات متميزة لصالح المواطن، بنقدم له حياة كريمة من خلال وزارة الصحة وقطاع الصحة. أنا كمواطن دلتاوي، كمواطن ابن محافظة الدقهلية، بشكر سيادتك على هذه الخدمات واهتمامكم الكبير ورعايتكم للمرضى اللي جاية في حالات طارئة أو المريض اللي جاي لكم حتى في العيادات الخارجية. في نهاية هذا الحوار كلمة للمواطن المصري، المواطن الدلتاوي الدقهلاوي اللي بنقدم له حياة كريمة من خلال قطاع الصحة، عايز تقول له ايه؟ عايز اقول له ان احنا بنسعى جاهدين، ومفيش حد بيدخر جهدا ان هو يقدم الخدمة على اكمل وجه. بنقدر دايما قلقك، وبنقدر دايما خوفك على زويك او على نفسك وانت داخل تطلب الخدمة الصحية. ثق تماما ان هنقدم لك الخدمة على اكمل وجه، ومحدش هيتأخر عنك خالص. ودايما ثق ان احنا بنطور من نفسنا علشان نقدم لك الافضل. تعاون معانا تنظيميا. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنقسم الحالات على حسب الاولويات. مفيش تأخير هيحصل عن حالة عايزة تدخل عاجل، مفيش تأخير. كل حالة بتاخد خدمتها بناء على تقييمها. دوري دوري ان انا افهمك المعلومة دي، دوري ان انا اوصل لك اشرح لك مظبوط. ده برضو احنا شغالين عليه كويس، ان انت لازم تفهم المطلوب ولازم تفهم حالتك كويس.
لازم تبقى عارف انا بفكر في ايه، وانت يعني وانت محتاج ايه وهنقدمه ازاي، كل ده لازم اشرحه لك. حقنا عليك ان انت ادينا فرصتنا ان نقدم لك الخدمة على احسن وجه. بس واحنا في يعني تحت امرك في اي ميعاد وفي اي وقت. ويعني كلنا طاقم تمريض يعني بحب اوجه لهم التحية برضو، ان هم عمود الخدمة الصحية في مصر، هم اللي على تواصل مباشر ودائم مع المريض، هم اللي بيحسوا بألم المريض، وهم اللي يعني هم دايما الأقرب المريض، هم اللي بيبلغوا أصلا اللي هم شايفينه، وهم اللي بيتابعوه دايما. التمريض المصري من أشطر التمريض في العالم، من أكفأ أطقم التمريض، من أكثرهم إنسانية. فأنا بوجه لهم التحية جدا التمريض المصري، ومقدرين جدا تعبهم، ومقدرين جدا المجهود الكبير اللي هم بيبذلوه علشان يخففوا آلام الناس. تمريض، دكاترة، خدمات معاونة، إداريين، أمن، نظافة، كل العاملين في المستشفى كلهم في خدمة المواطن وتحت أمره في أي وقت. نقدم له دايما إن شاء الله الخدمة المرضية، ودايما إحنا بنطور وعارفين جدا يعني أوجه القصور اللي كانت بتؤرق المواطن، وشغالين عليها بالفعل، وبنتلاشى الكثير منها واحدة واحدة كده. إن شاء الله نوصل لمرحلة ترضي الجميع بإذن الله. الأستاذ الدكتور أحمد النقيب، مدير عام مستشفى المنصورة الدولي، شكرا لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، والصحة والسعادة إن شاء الله، وكل العاملين وكل الزملاء الموجودين إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، وده كان آخر سؤال أجريناه من خلال حلقتنا النهاردة، وكانت حلقة خاصة ولقاء حصري مع الأستاذ الدكتور أحمد النقيب، مدير عام مستشفى المنصورة الدولي، الجناح الأصيل من خلال مؤسسة حياة كريمة، وما يقدم من خدمات صحية متميزة من داخل المستشفى للمواطن الدلتاوي، وخاصة في محافظة الدقهلية. مع تحياتي صلاح عبد السلام، شكرا وإلى اللقاء. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. قصر الحارة كان العمارة قعدت سلم طول الليل. مصر الشاب الجدع الشاب بنت بترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد
والله اللي بيتعمل فيك يا مصر ما يخطرش على بال حد.